اهلا بيكم يا حلوين. النهارده هنعمل مع بعض روتين مسائي كده بسيط. انا من الناس اللي لما بصحى من النوم والاقي المطبخ نضيف ورايق بعمل احلى فطار وبكون مستعده ابتدي يومي كده بنشاط. الروتين ده خلاني محافظه على مطبخي من الدهون ومن الزحمه، وعلى بيتي كمان ان هو يبقى دايما مرتب ونضيف، ومش شايله هم ان انا اغسل كل يوم المواعين. الصبح كده الاقي مواعين كم مواعين فاقعد اغسله وبعد كده افطر. اتعودت من اول جوازي اني ما اجلش حاجه لبكره، يعني وانا بطبخ مثلا لو حاجه اتوسخت اغسلها، لو الرخامه وقع عليها حاجه امسحها على طول. ما بحبش اركن الحاجات في الحوض. امشي كده في حياتك بقى، هدوم مش في مكانها شيليها، حاجه مش مترتبه ظبطيها، ما تراكميش الحاجه عشان لما بتتراكم بتتعبي، بتحسي انك انت مش قادره تعمليها. اتعلمت من اول جوازي برضو ان مفيش حد هيعمل حاجه دي غيري، مهما اتثبت مهما اتحطت في اي نفس المكان هتفضل في نفس المكان. وطول ما انت ماشيه بالنظام ده انك انت تشيلي الحاجه من مكانها، الحاجه بتبقى خفيفه ومش بتتعبك وبتخلصي بسرعه وانت مبسوطه كمان وما بتحسيش ان الحاجه متراكمه. بس برضو ما تجيش على نفسك، لو انت مش قادره تعبانه ريحي او اطلبي المساعده، لان اهم حاجه راحتك. وفي الاخر كافئي نفسك بحاجه بتحبيها زي مشروب، عصير، كيكه، اي حاجه تفرحك كده في نهايه اليوم. لو بتحبي المحتوى ده ومحتاجه تشجيع يومي، اعملي لي متابعه دلوقتي، سيبي لي تعليق وقولي لي ايه اكتر حاجات بتحسوها بتفرق معاكم في الروتين، وممكن الفيديو الجاي يكون عن ايه.